بسوريا اليوم كله صار يحكي عن الغلا صار أول ضيف كل قرار بناخده. قبل ما نفكر نطلع أو نغير جو، أول سؤال بيخطر ببالنا نحن السوريين: معقول نقدر نتحمل التكلفة؟ فنجان قهوة، وجبة بمطعم، أو حتى مشوار قصير، كل شي صار محسوب بالأرقام قبل ما يكون محسوب بالمتعة، لدرجة إنه كتير من الناس صاروا يأجلوا أبسط اللحظات الحلوة لأنه الأسعار عم تركض أسرع من قدرتهم عليها. بس اليوم قررنا نكسر هالفكرة شوي، أخدنا التوأم وركبنا السيارة وطلعنا ندور على مكان حلو وبس، لا حجوزات ولا مطاعم ولا مصاريف كبيرة. والمفاجأة إنه هالطلعة كانت أحلى من كتير طلعات صرفنا عليها أضعاف. التوأم عمرهم 10 شهور، ما بيهمون إذا المكان فخم أو عادي، ما بيهمون إذا دفعنا كتير أو قليل، كل يلي بيهمون مساحة يتفرجوا عليها على المناظر ويشموا هوا نظيف ووقت نقضي مع بعض. وأنا اليوم اكتشفت شغلة، إنه سوريا فيها لسه أماكن بتفرح القلب بدون ما تفرغ جيبك، ولسه في تفاصيل حلوة بنمرق جنبها كل يوم وما بننتبه لها. يمكن الظروف صعبة إيه، بس الحياة أبداً مو سهلة، بس الجمال ما اختفى، والفرحة مو دائماً بتحتاج لمصاريف كبيرة حتى نحس فيها. أحياناً أحلى اللحظات هي اللي بتجي ببساطة لما نقرر نعيشها بقلب حاضر ونشاركها مع الناس اللي بنحبهم. ولسه فينا نصنع يوم حلو، ولسه فينا نرجع على البيت ومعنا ذكريات أغلى من أي شي ممكن نشتري. وإذا سألتوني شو أحلى شي بالطلعة، كان مو المكان ولا المناظر، أحلى شي كانت ضحكة التوأم لما حسوا إنه الدنيا كلها ملعب لهم. لأنه بالنهاية مو القيمة اللي بنملكها هي اللي بتصنع سعادتنا، بس القيمة اللحظة اللي منعيشها سوا، والذكريات الحلوة بتضل أقوى من كل الظروف يلي عم نعيشها سوا. طبعا جهزنا كل شي للطلعة، أخذنا معنا القهوة والشاي، وحتى الأولاد أخذت لهم الوجبة تبعهم، وهيك طلعنا وصرنا نروح ونمشي بسهل الزبداني يلي كله خضار وهوا نظيف، وما شاء الله كان الطقس كتير حلو بجنن، وكلياتنا انبسطنا. وهاي وجبة الأكل تبع الولاد كنت عم طعميهم إياها. وبعد هيك رحنا على هاي البحيرة واستمتعنا بالمنظر الحلو، وقفنا شوي وأخدنا شوية صور للذكرى، وبعدين كملنا طريقنا على البيت. وهيك رحنا على أكتر من مكان وفرجيناكم جمال ريف الشام وأماكن وطبيعة كتير حلوة، هي ناقصة شوية اهتمام مو أكتر، بس مثل ما خبرتكم
الذكريات بتعني كل شي. وهلأ صار وقت الرجعة ورجعنا على مكان بيتنا. إذا وصلتوا لهون لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي. وهلأ باي.